السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني، يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة بإذن الله. النهاردة مع وصفة جديدة وجميلة وان شاء الله تعجبكم. وصفة اقتصادية وسهلة وفي نفس الوقت طعمها جميل جدا. هتعجبكم وهتعجب أطفالكم وان شاء الله هتكون وصفة يعني سهلة وبسيطة جدا. يلا بينا نشوف مقاديرنا وطريقتنا للمكرونة الجميلة اللي طعمها تحفة دي، والتكات بتاعتها اللي هتخليها أجمل حاجة وأجمد حاجة، والطعم لذيذ ورايق كده. يلا بينا نسمي الله ونتوكل على الله ونشوف مقادير وصفتنا ايه. ونسمي الله ونشوف اول حاجة في مقاديرنا. اول حاجة معانا 2 كيس من المكرونة القلم. زي ما انتم شايفين كده انا اخترت مكرونة قلم محتاجاها في وصفتي النهاردة، علشان كمان السوسيس انا مقطعاه تقطيعة اللي هي المطولة دي، بيبقى شبه المكرونة القلم. ومعانا كمان هنا كام صباع كده من السوسيس، وطبعا دي اختياري، ممكن تستغنى عن اللحوم خالص يعني، بس طبعا انتي ومقدريتك الاقتصادية. تمام. ومعانا كمان هنا السوسيس ده كام صباع، مش لازم يعني الصباع يعني قد ايه بالظبط، نص كيلو ربع كيلو، هتشتغلي بيهم اتنين بس، ممكن تشتغلي بصباعين اتنين بس، تديها طعم ومذاق عالي للاطفال وخلاص، عشان يعني حاجة تفرحهم. ومعانا هنا الصلصة وتوم مفروم، معلقتين من الصلصة وتوم مفروم وزيتون كلاماتا. وكمان معانا هنا جزر مبشور، وهنا طماطم مصلصة زي ما انتوا شايفينها كده. كانت مفرومة وحطيتها على النار، خدت غلوتين. ومعانا هنا كمان بصلة متقطعة ناعم، وفلفل الوان الموجود عندك، ولو مش عندك فلفل الوان اشتغلي بالفلفل الاخضر العادي. انا كان عندي فلفلايه صفراء خدت منها حته، وكمان فلفل حراق، وده برضو اختياري. الفلفل الحراق لو انت ما بتحبهوش ما تستخدمهوش. يلا بينا نشوف وصفتنا. اول حاجه هنحط معلقه من الزيت زي ما انتوا شايفينها كده، وننزل على طول بالبصلايه بتاعتنا، نديها تشويحه خفيفه قبل ما ننزل بالسوسيس بتاعنا. طبعا انت ممكن تسلقي السوسيس في شويه ميه مغليه، لو انت حباها تبقى طريقة خالص، بس انا بحب اديها تشويحة كده. هو كده كده ممكن يعني شبه مستوي، فمش محتاج شغل جامد. بديله زي ما انتوا شايفين، اول ما البصلايه بتاعتي بتسخن بنزل بيه على طول، وما بطولوش كتير على النار عشان بيبقى شبه البلاستيك كده، لو انت طولتي عليه شوية طعمه بيشد اللي معاكي، فانت خليكي حذرة معاه عشان تاخدي اعلى مذاق ليه وطعم جميل. تمام. ممكن تستبدليه بالفراخ او بحته لحمه مفرومه، ب يعني قطعه صغيره عادي هتمشي، قطعه لحوم صغيره لو مستويه عندك وفي التلاجة ومش محتاجاها، علبه تونه هتمشي برضو كده. يعني نفكر هنلاقي افكار حلوه. بعد كده زي ما انتوا شايفين نزلت بالفلفل الالوان، وبعديها على طول بنزل بالجزر. اول ما حاجه بتسخن بنزل بالتحضير التاني، والخضار بتاعتنا دي بتخلي القيمه الغذائيه عاليه جدا. معانا هنا كمون وكزبره وفلفل اسود وزعتر، والزعتر جميل جدا مع المكرونات، بيديها طعم جميل وريحه جميله. جربوها. وبعد كده بنزل بالثوم المفروم بتاعنا. طبعا الثوم لو انت ما بتحبهوش ممكن تقللي الكميه، يعني تخليها نص معلقه، انا حاطه معلقه كامله. وكمان هنا معلقتين من الصلصه. تمام. بتديها تقليبه زي ما انت شايفه. وكمان نزلت بالطماطم بتاعتي، انا كنت مديها غلوتين على النار وضربتها. تمام. فشايفينها يعني ايه كده متماسكه. اديتها كمان شويه من الميه عاديه من الحنفيه خالص، بس عشان الصوص بتاعنا يبقى ايه سايب شويه ومفكوك كده. بعد كده زي ما انتوا شايفين كده نزلت بالزيتون، الزيتون كلاماتا. وزي ما انتوا شايفين بعد ما سلقت معانا المكرونه، طبعا بنسلقها نص سلقه، بنسيب فيها عضايه كده عشان كمان يديها فرصه اللي هي تمتص الصوص بتاع التتبيله بتاعتنا الجميل ده، اللي فيه السوسيس وفيه الزيتون والجزر والحاجات الجميله دي، الخضار الجميل ده. زي ما انتوا شايفين كمان نزلت كمان معانا بشويه من ميه السلقه بتاعت المكرونه، وقلبتها عشان اخلي الصوص بتاعنا جوسي كده، والمكرونه تكون لينه وجميله كده ومفلفله وحلوه. وبعد كده بروح نازله عليها على طول بالحله المكرونه بتاعتنا، بالصوص الجميل التحفه اللي كان ريحته جباره ده، ومخليه طعمها حكايه. نديها تقليبتين، نقلبها كده زي ما انتوا شايفين، ندخلها في كل انحاء المكرونه ونخليها تشربها، ونوطي عليها النار كده شويه. ولو لقيناها لسه محتاجه شويه سوائل بنديها من ميه الايه السلقه بتاعه المكرونه. وزي ما انتوا شايفينها كده كانت خطيره جدا.
وكمان الكاميرا ظلماها، هي كانت اجمل من كده كمان. وبنديها التقليبه اللي انتوا شايفينها دي. تمام. وبعد كده ده شكلها النهائي الجميل، مليانه قيمه غذائيه عاليه وطعم جميل جدا. ان شاء الله تعجبكم وتجربوها، وبقى ابدعوا بقى في المكونات اللي عندكم واستخدموها. وربنا يا رب يعين الناس على اللي هم فيه، وربنا ييسر الحال ويغير الحال ان شاء الله، وتبقى الدنيا جميلة جدا، والدنيا ترخص كده، ونجيب احلى حاجة ونعمل احلى وصفات بإذن الله. زي ما انتوا شايفين كمان اديتها جرنشة كده بالبقدونس مفروم. انا حابة ان انا اعلي القيمة الغذائية بتاعة المكرونة، وبجد كانت جميلة وتحفة، وان شاء الله تعجبكم، وجميلة جدا للأطفال. يعني وجبة متكاملة مش محتاجة جنبها اي حاجة خالص. لو انت حابة بقى تعملي بطاطس محمرة اوكي، مش حابة كده تمام وزي الفل. وبألف هنا عليكم، وان شاء الله تجربوها وتقولوا لي رأيكم فيها في الكومنتات. منتظراكم، منتظرة آرائكم. لو عجبتكم الوصفة يا ريت ما تنسونيش باللايك والشير، وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناتي. دمتم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.